لن تصدق كيف دخل كبير مفتشي مكافحة الإرهاب البريطانية الإسلام ريتشارد فيرلي. كانت زوجته من أشد أعداء الإسلام والمسلمين، فقررت إهداء زوجها في عيد ميلاده رواية للملحد سلمان رشدي وتسمى آيات الشيطان، والتي يهاجم فيها القرآن الكريم. ولأن المفتش ريتشارد بحكم عمله كمفتش تعود أن يعرف التهمة من المتهم نفسه، فذهب إلى المتهم ألا وهو القرآن الكريم، فوجد فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي آية أخرى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي آية أخرى: والجبال أوتادا. فيقول هذه الآيات الثلاثة غيرت حياتي، وهي من أهم النظريات الكونية كالانفتاق والتوسع الكوني المستمر والتوازن الكوكبي، ويستحيل على بشر قبل 1400 سنة معرفة كل هذا. ولسوء حظ زوجته وقع في حب القرآن بما فيه من معجزات وحقائق عظيمة. الحمد لله على نعمة الإسلام.